أنا اسمي هاني فوزي. أنا بقول الفيلم ده كان في لحظة، يعني حصل فيه من بعدها حاجات كتير قوي في تاريخ مصر لحد اللحظة دي. لو حضرتك عرفت كل الحاجات اللي حصلت ورجع بيك الزمن وهتعيد الفيلم، هتغير إيه في اللي أنت شفته في رؤيتك، سواء اللغة السينمائية أو في الأفكار؟ الفيلم ده اهل القمه انتاج 81. البلد حصل فيها تغيرات كبيره جدا في الفترات اللي احنا لحد ما وصلنا فيها دي. لو انت بتعمل اهل القمه دلوقتي، ايه اللي هيتغير؟ بس عرف اللي حصل. زمان، انا اسف. لو انت بتعمل اهل القمه سنه 81 بس عرفت اللي حصل بعد كده، ايه اللي كان هيتغير في الافكار في اللغه السينمائيه؟ يعني اول حاجه اللافتات اللي كانت في اول الفيلم. ها مش هتبقى كده، هتبقى بالانجليزي. عشان احنا دلوقتي اللافتات كلها في الشوارع بالانجليزي، عشان بنكلم طبقه معينه من شعب. بقت الشعب مش مهم. احنا عندنا يعني في طبعا حاجات كتير اتغيرت طبعا. في اشياء كتيره اتغيرت. يعني ما اعرفش دلوقتي لما اجي اعمل فيلم زي ده. احنا ما عندناش الانفتاح، احنا دلوقتي بنبيع كل حاجه. موضوع تاني، يعني موضوع تاني غير الانفتاح.